البنات، شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا الكل في خير ونعمة. مرحبا بكم، مرحبا ديما بالقدم وجدد. راكم على راسي ومنوريني في القناة. فيديو هذيا سبيستيال شوي. فيديو هذيا متاع عيد ميلاد بابا وولد اختي. عملناهم فرد نهار بما انهم هما فرد شهر. عملناهم فرد نهار. الخبزة جاتو كما تعرفوا، كانكم تتبعوا فيها من القدم راكم ريتوها هبطتها لكم. هبط لكم الوصفة متاعها وطريقتها بالتفصيل الممل، وبرشا عجبتكم كيفاش عملت الجلاساج وكل شيء والزينة. هبطها لكم قبل الفيديو، يعني الفيديو هذايا اللي عندي قديم في الارشيف. حبيت نرجع ونهبط لكم شويه وندخلكم شويه الاجواء العيله متاعنا واحتفالات العيد ميلاد. فيديو راني مش باش نحكي فيه، حطيت لكم فيه موسيقى باش درقت شويه الاصوات العائليه والشغب اللي واقع في الدار. لكن قلت خلنا نعيشكم شويه من الاجواء العائليه بما انكم انتم عائلتي الكبيره. هاني جبتكم مع عائلتي الصغيره، وان شاء الله حسيلو يعجبكم الفيديو باجواء كيما هو حسيلو. كان بعض الوجوه هكا درقتهم خاطرهم يحبوش يظهروا في اليوتيوب. هنا اول حاجه هزتكم للكوجينه، امي طيبت لنا العشاء. اول حاجه بدينا بها العشاء، تلمينا العائله الكل، انا واختي واولادها ورجلها وخويا ومرته وعمي ومرت عمي. هما يعيشوا في الخارج، ما كي يجيو الاكثريه تلقاهم معنا في الدار. طيبت لنا امي مرقه مالح ولا لوبيا ولا كعابر كل واحد يقول لها. باللحم، وهذاك طاجين بالدجاج، وعنا فلفل مشوي. اختي مازالت ما جاتش، اختي ديما روتار شويه بما ان هي بعيده. وانا الخبزه كملت زينتها في دارنا ديجا. الناب هذاك تشوفوه في الفيديو وقت نعمل في الكلاساج في الخبزه. مرت خويا بما ان تسكن فوق دارنا، يعني دار خويا الفوق. هايكا بحذانا هي وكل البنوته اللي عندها فرح. ريتوها قبل في الفيديوهات. عندها امي هنا فلفل مشوي، يعني خرجته من الكونجيلاتور. هاني نحط فيه في الصحنات، قصينا الخبز وباش نطلعوا الملح والسلطه الخضراء والطاجين. حاسيلو ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا العائلي اللي على طبيعته. هك يعني عرفت العائله التونسيه كيفاش تكون في الدار. انا هكيك الفيديو باش يكون هكيك العائله التونسيه كي تحب تعمل لمه وتحب تفرح ونجتمعوا هكايا العائله. ذاك هو على طبيعته، يعني الديكوراسيون حد شيء. وانا من اصلي تعرفوني يعني ما هوش جوي الديكوراسيون، نحب ندخل لعالم يوتيوب ما غير جواندوات. انا نحب لا ديكوراسيون لا ترى شنو، نحب كل شيء يكون على طبيعته. فيديوهاتي ماذا بيا تكون ديما على طبيعتها باش توصل من القلب الى القلب. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنساش باش تعملوا لي برشا لايكات وزاد تخليوا لي كومنتير حلو تعطيني رايكم فيه. المهم هاني سليمة حسيلو دخلتكم لدار بوها وهزتكم لدار بيها وين كبرت وين عاشت وخرجت منها عروسة. ربي يعيشهم يفضلهم يطول في عمرهم، دعيوة خير. أمانكم البابا والأمي، ربي يشدهم بصحة البدن ويطول لهم في أعمارهم ولا يشويني فيهم يا ربي، ويعيش لكم انتم كل عزيز وغالي. وهذا يطاجي شوفوا محليهم يا عاد. امي راهي صنيفه، قالك ولد لوز يطلع عوام. انا طلعت صنيفه والحق خاطر امي من اصلها صنيفه، ويعني وماكلتها بنينه ومام حتى في العروسات الطيب. طاجين في الاخر تعمل عليها كرشه كي جبن، عرفت ميهاش اقتصاديه بكل. امي راهي مبذره، تحب كرشين طاجين جبن من الفوق، وتحب الحاجه اللي مقديه بالكدا واللي مفوحه واللي واقفه على زيتها، يعني ميهاش قرماطه حتى الطرف بصراحه. وانا طلعت كيف الغالب. هنا محل الوقت مشكل الوقت كما قبل كي تو كان كل شيء رخيص وحده تو غلي، اما قعدت فيها صنعة. اما نحنا كاش نقدر في الصنعة ذيك متاع التبذير، غير برك نقدر نخدمو كان على الكروش نكهو نحنا التوانسة. حاسيلو ربي معانا وربي يجيرها على صلاح واللي ثم فيه البركة وقل مساكن تفني العمر. ايا خليكم على الفيديو ما نطولش عليكم وفرجة ممتعة.
اي نعم. بعد راسك خير مش صوتك لا هو في هم نوع تصويره تمشي هكا كي التصويره كي هذيك بعد تعملها ابليكاسيون ابليكاسيون كي ابليكاسيون تصور منها تصور تحب ديك ابليكاسيون بالانستغرام تعملها بالانستغرام قد خلي يجيبوا بنيجي قصي يدك راك حامل باهي مش حلو حطوا بحذا الجيب مش حلو عود عجيب